عدم إمكانية إقامة مباريات اللي هتقام في القاهرة بكرة، الخميس كمان بكرة ويوم السبت، وترحل لملاعب خارج القاهرة. إذا بكرة مفيش دوري عام. بكرة مفيش دوري عام أكيد. اللهم صل على النبي. في بكرة كان 3 مباريات في القاهرة، كان فيهم الزمالك وإسماعيلي، طلايع والإنتاج، الشرطة وبتروجيت. ال3 مباريات دول تاني تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي. طلب مش تأجيل، خلاص نقلوهم بره القاهرة. خلاص هيروحوا فين بقى الماتش؟ اسكندرية مقفولة، السويس مقفولة، ترسانة مش هتقدر تستقبل، مش هتقدر تستقبل مباراة الترسانة ولا الاتحاد والمقاولين. نعم. فما فيش ملاعب. يقول لك ودي الجونة، طب الجونة ما فيهوش إضاءة وملعب، طب ماتش، طب وبقية الماتشات. يبقى بكرة كانت مباراة الزمالك والإسماعيلي، الطلائع والإنتاج، الزمالك والإسماعيلي، الطلائع والإنتاج، والشرطة وبتروجيت، والشرطة مع بتروجيت. ويوم الحد يوم السبت كان الأهلي والجونة. ده كان الخميس. السبت كان الأهلي والجونة، الأهلي في الجونة، تليفونات والمحلة، تليفونات في المحلة، وكان في مباراة في المقصة، فكرونا فوق المقصة، الحرس والمقصة، حرس وكان الحدود. في مباراة سموحة ودجلة كانت المفروض تقام في الترسانة. سموحة في دجلة. فالمباراتين بتوع القاهرة لن يتم، وذلك لأن مباراتي القاهرة اللي كانوا هم هيبقى الأهلي والجونة ده خلاص اتلغى. الأهلي والجونة إكس. التليفونات كان في القاهرة ولا كان فين؟ في القاهرة. في التليفونات مع غزل المحلة كمان إكس. فطلب إنهم ينقلوا خارج القاهرة. امال سموحة كان هيلعب فين؟ في الترسانة. وده عليه ما عندوش مشكلة، ده عنده موافقة. والحرس كان هيلعب في المقصة ومفيش مشكلة. الجواب المرة دي من أمن القاهرة ولا من الأمن العام؟ من الأمن العام. وذلك لأن الألتراس قايلين تهديدات الألتراس، أهلي وزمالك. مبروك يا ألتراس، مبروك 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 يا زملكاويه، الدوري بيتلغي اهو، ألف مبروك. هيخشوا وفي تهديدات إنهم يخشوا. فإلغي. الأمن العام لقى إنه مش عاوز مصادمات، فقال لك يتلعبوا بره القاهرة. فطبعا استحالة بكرة دلوقتي الساعة 7:30 و5 لما الجواب جه تخش في دوامه الاتحاد والداخليه تاني. مين يسافر بكره؟ مين يروح الجونه؟ وده ماتش. طب والباقيين؟ والاسماعيلي زمانه بايت في القاهره يعني. جم وصلوا مصاريف وتكاليف وحجز فندق. كل ال4 مباريات، ولازم المباريات كلها تقام في نفس التوقيت عشان ده اخر اسبوعين. فبالتالي ما فيش ماتشات بكره. ماتشات السبت هنشوف بقى. طبعا دلوقتي هنودي مباراه الاهلي والجونه، الاهلي والجونه تروح الجونه. انا ما عندوش مشكله. التليفونات والمحله هنشوف بقى هتروح فين. الترسانه في مباراه دجله وسموحه. الحرس بيلعب في اسكندريه في ملعبه. فنشوف بقى هل التليفونات وبتاع يرضى يروح الفيوم، او يعني الامن هيرضى ياخده في الفيوم. ما هو ده الملعب المتاح قدامك. ولا هنلعب فين؟ فبالتالي الصوره قاتمه. طب وبعدين؟ طب لعبت دلوقتي، خدتوا عناوين عريضه عاجل، تاجيل مباريات الدوري، تاجيل مباريات، خدتوها تمام. طب لعبت يوم السبت، طب الماتشات بتاعت النهارده هنأجلها لحد، والزمالك يروح يلعب في الجونه. ونشوف بقى الاسماعيلي الجيش والانتاج نشوف لهم ملعب. هنشوف للاتحاد والمقاولين ملعب. نشوف للشرطه. فالقصه الحقيقه كده بقت صعبه جدا. والغريبه صعبت خلاص بدرجه صعبت كبيره جدا على استكمال المسابقه. طبعا. انت اول مره تقول الكلام ده. طبعا انا كان عندي تفاؤل. وعندي احساس ان الامن هيحاول في لغايه اخر لحظه. انا لو منه اعمل اللي هو عمل. هو طبعا هتفضل تبعت لي بيانات على صفحتك يا حبيبي. انا لسه قلت في المقدمه لو انت سامعني، الغوا، اشرب، كله يشرب يا حبيبي، اعمل لي بيانات كمان. هم مش هيشربوا ولا حاجه خالص. مين؟ للاسف ولا هتفرق معاهم. لا انت مش فاهم. مفيش تيشيرتات مش هتتباع. يعني الاصل كلها بيع تيشيرتات لانه العمليه نشفت الفتره اللي فاتت. التوقيت غريب قوي. معلش. لا يا كابتن. الاسبوع 16 اسبوع اتلعبوا في الدوري، ما سمعناش ان التراس عاوز يخش مباريات. اشمعنى فجاه قبل هوجة المظاهرات اللي جايه دي فجاه طلعوا كلهم متحدين ان عاوزين يخشوا؟ توقيت غريب جدا. علاقه مريبه، ما اعرفش ايه سببها، ما اقدرش اقول ايه اللي وراها، لكن علاقه مريبه جدا. ولازم الدوله تحقق في هذا الموضوع. الدوله ايه؟ اذا كانت ما حققتش في الحريق بتاع اتحاد الكوره. لازم يعني في مخابرات، في امن وطني، لازم يشوفوا ايه الاهم. ايه التوقيت الغريب ده؟ ايه المقصود بيه؟ تاني حاجه، ده كيان دوله. روحوا بره كده وقولوا في اي دوله في العالم في دوري كان بيتلعب في فرنسا بس لن يكتمل لظروف امنيه. في دوري في اي حته في العالم، اكبر حته في العالم بتلعب في اسبانيا، في انجلترا، بس الدوري مش قادر يكتمل لاسباب امنيه. هل ممكن تفكر تروح البلد؟ هل ممكن تروح تستثمر في البلد؟ هل البلد دي هتبقى على الخريطه؟ ولا حاجه خالص. محدش همه لا بلد. السياسيين بيتنحروا، والواحد بامانه لا مع ده ولا مع ده. الناس عاوزه حاجه تانية بعيده